حلقة اليوم مغاربة أمريكا والهوية. خوتي المغاربة، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغربة الشهور. بزاف ديال المغاربة متشبتين بالهوية ديالهم المغربية، من خلال إذا دخلنا لأي بيت مغربي كنوجدو رمز اللي كيرمز للبلاد. مثلا كنوجدو طاجين ولا برال ولا لباس تقليدي مثلا كالجبال. ما الذي يجعل الإنسان يتغير أو ينسلخ عن هويته وعن أصله؟ ولكن المطلوب منا جميعا أن ننصهر وأن نتعايش وأن نصير جزءا من هذا المجتمع، طبعا بثقافتنا وبديننا وبأخلاقنا وبوطنيتنا. مازال متشبكين بالثقافات ديالنا والهوية ديالنا، وحنا ديما مغاربة حتى الموت، رغم أننا عايشين في أمريكا والعادات الأمريكية والتقاليد ديما كنا متشبتين بهويتنا كمغاربة، وديما كنحاولوا نتقربوا لثقافتنا ونتشبتوا بها. وحنا في الميدان الموسيقي كنخدموا ديما حفلات ومهرجانات مغربية وعربية، الحمد لله كيبقى لنا ذاك الارتباط مع بلادنا ومع تقاليدنا. المجتمع الأمريكي كما كنعرفوا جميعا أنه مجتمع اللي كتدوب فيه جميع الهويات والثقافات والأجناس، ولكن الحمد لله المغاربه مازال متثبتين بالثقافات ديالهم والهويه ديالهم، بحيث كنلاحظوا ان العديد من الاسر المغربيه كتعلم وليداتها اللغه العربيه، واللغه هي رمز من رموز الهويه. وكيتلاقاو المغاربه في المناسبات الدينيه، هذه المناسبات اللي كيحيوا فيها الثقافات والتقاليد ديالهم. اللهجه مغربيه 100%، الاكل مغربي 100%. يوم الجمعه الحمد لله تلبسوا اللباس التقليدي ديال بلادنا، اللي والولاد تنخليوهم يعني يبقاو متشبتين بالدين ديالهم بالعادات والتقاليد، رغم البلاد بعيده وهنايا ثقافه اخرى وتقاليد اخرى وعادات اخرى وبلاد الحريه وبزاف د الحوايج، ما حنا تنخليهم متشبتين بالدين ديالهم هو اول حاجه، وثاني حاجه اللغه ديالهم والعادات والتقاليد. فاحنا الهدف الاول الذي خلانا نفكروا في هذا المشروع هو الجيل انقاذه ومحافظته على الهويه ديالو الاسلاميه. تتبقى الهويه ارض صلبه وصله رحم بالوطن والتاريخ، واذا فقدنا معنى هويتنا فقدنا تواصلنا الروحي بوطننا وتاريخنا.